الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكر جوالي أنه قد ساخني لوطن به نفى ما عاقني، وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا، هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى شفيع، وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدار لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين، وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك، وجدت لي اليوم بخير منني وقدني إلى اقتفاء السنن. من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في سلك القناس، وجدت للأمداح والإقراء أزهد في التأليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم، وفي إزرخالي بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى شفيع عين الرسل، وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غفر تائب مديم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول. يا مالكي يا خالق الأنام أمد دوايا قللا منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. من كرم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا، وأن أودعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب. ليها بذاك ولإخواني جميعا سعادة الدار حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة. هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم، ولكشفن ليل الهوى البهيما بحرمة المعبود إبراهيم. وليسو خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب، وصفني في ظاهر وبظاهر وصفني في باطن وظاهر، وارحم بي الخلق بحق طاهر، ورقني ترقية الخفية
ببنته رقية الصفية وقياسا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة بجاه فاطمة صل على أبيهم وولاني وصحبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي واهمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وآل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني